Hello everyone, good evening. How are you doing guys? I hope you are doing well. السلام عليكم خوتنا، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اللي كنتي اول مره كتشاهدني ما تنساش تابونا في لاشين وتحط لنا واحد لايك للفيديو باش تشجعونا اكثر. Today we'll be talking about this paragraph about my next holiday. غنهضروا على العطله ديالي الجايه فين غندوزها. اذا اليوم غادي نتعرفوا على بزاف د الكلمات اللي هما جداد في اللغه الانجليزيه، حيت هذا هو الحل، هو reading. reading هو القراءة. أكيد غادي تساعدك بزاف في لونجلي. الناس اللي كيقلبوا على لاشين ديالي الأخرى اللي كندير فيها الدروس والناس اللي جداد، ها اللين في الديسكريبسيون، سير اللين وسير الفيديو الأولاني في لاشين أخرى. هاد لاشين خاصة بالريدين. أوكي. Today we'll be talking about next holiday. next holiday هي العطلة الجاية. شوف العطلة، والله تتعلموا بزاف ديال العطلة الجاية القادمة أو الآتية. My next holiday I have. اسمع غنقراو كلمة بكلمة وغادي نركزوا على النطق. I have عندي one week. هذا ما كتنطقش week، لا week كنطولوها غير شوية week. I have one week يعني أسبوع أجيج off. what is off يعني ما غندير فيه حتى حاجه. بحال مثلا ما كتقولي عندي واحد النهار خاوي، I have one day off. I have 2 days off. عندي يومين خاويه. اذا هاد off هي خاوي يعني فارغ، ما عندي فيه ما يدار. حاولوا تستعملوا هذا راه تبان شويه. today or next week I have one week off. one day off. عندي واحد النهار في الاسبوع الجاي عندي فيه واحد النهار خاوي. one day off. إذا off كتعني فارغ ما كندير. I have one day off. I'm planning. What is planning؟ أخطط. بلاتي جات من الفعل ديال plan. ولكن أستاذ علاش درتي جوج ديال ان هنايا؟ نورمالمون راه خصك غير تكتبها هكا. متفق معاك صحيحة، ولكن في الأفعال اسمع مزيان. هيا غنمسحوا هادي. شوف بحال هاد الفعل، الافعال كاع اللي كتلقى مثلا هنا كونسونانت وتابعه هنا اي يعني فاول. كاينين فاولز بحال او، بحال يو، بحال اي، بحال اي، بحال اي. الا كاينين هنا كندوبلو هذا. الا كاين واحد من هادو هنايا كندوبلو هذا. غادي نعاود. راه دابا ماشي غير كنقراو غير كنركزوا على النطق، ولكن حتى على بعض القواعد باش ما نتسائلوش، باش ما نتضروش. كندوبلو هادي كنديرو ان اخر. اعطينا استاذ شي مثال اخر باش نفهمو اكثر. ها شوف بحال الفعل ديال سويم، يسبح سويم. سويم كيتيك ام. الا بغينا نديرو سويمين خصنا ندوبلو هادي. واش عرفتي دابا منين جات هادي؟ ماشي جميع الافعال، غير الافعال اللي علاش حيت الفعل ديال سويم. ها انتم غنرجعوا للفعل ديال سويم. كاينه واحد اي هنايا هي هادي عاد تبعها كونسونت، يعني كاين واحد من هاد فاولز كندوبلو هادي. اعطينا استاذ شي مثال اخر. غنكتبو هنا باش يبان. ما عرفت واش بحال تشات كان شاطي غندوبل تي غتولي chatting with my friends. واش فهمتوا؟ والله ما عرفت. الا فهمتوا هاد القاعده كتبوها في كومونتير. الا ما فهمتوهاش غنديروا عليها درس صافي. كتبوها في كومونتير. اذا هنا I'm planning وخطط to go للذهاب for a holiday لعطلة. for a holiday. هذه قلنا ما كنقراوهاش a holiday ولكن كتقرا holiday. غادي نعاود. I have one week off. I'm planning to go for a holiday. كنخطط نمشي لواحد العطلة. I'm excited متحمس. هذا راه كتقرا id، ما كنقولوش excited. لا غلط صاحبي نطقها excited يعني متحمس. لاحظوا مزيان. دير لنا لايك. وصلتي هنا دير لايك يا صاحبي. شجعوا. to share لأشارك to share that my next holiday. لأشارك عطلتي القادمة أو الآتية. Okay. I'm excited to share that my next holiday عطلتي القادمة will be ستكون. شوف كنهضروا على المستقبل.
to another غلط. وما كنقولوش another، هذه اولا كتنطق another، هذه كتقرا بحال another. My next holiday will be، ستكون to في ايش country، another country، دولة أخرى. هذه كتعني أخرى، ولكن نردوا البال النطق ديال another غلط يا حبيبي. هذه كتقرا another country. هذه ما كتقراش country غلط، هذه كتقرا country. و TR is pronounced as cher. We don't say country, we can say country. To another country. I've wanted. بلاتي حبس. اش هي I've هو اختصار، هي غادي نكتب هنا ديال I have، ولكن هاد I have بلاتي نشرحها حبس هنايا، حيت بزاف الناس عندهم مشكل مع I have decided، قررت مثلا. هذا دائما هذا الفعل ما كيكون في past participle بحال wanted or wanted. ملي كيكون عندنا have تبع الفيرب راه كيتصرف التصريف الثالث decided، ماشي في الباسي، في past participle كتعني شي حاجه في الباسي ولكن ما عندناش وقت محدد. بلاتي والله يقدر نشرح لك. شوف هنا الا قلتي لي شوف هذه I decided قررت، ولكن خصنا نديرو وقت محدد في الباسي. I decided to travel tomorrow. I decided yesterday، قررت البارح. I wanted last year، قررت يعني بغيت العام اللي درت. ولكن ملي كنقولوا I have decided كتعني راه فايت ليا قررت، ولكن ما يمكنش تستعمل معاه last year last week. داكشي علاش هنا تقولي I've wanted بغيت wanted، هذه كتقرا id. بغيت اريد، راه هي اللي اريد، كنت اردت يعني في الماضي. to visit Japan، to visit زيارة Japan. We don't say Japan، ما كنقولوش Japan، we can say Japan. I've wanted you to visit Japan and I finally I've هي اختصار ديال I have، يعني واخيرا قررت. اشنو I finally booked يعني حجزت. هذا راه شوف جات من الفعل ديال book. راح لاحظوا معايا مزيان هنا، الله يرضي عليكم بلاتي انت معايا ولا حيد بالك. book هو كتاب، ولكن راه ممكن يلعب الدور ديال الفعل. book يعني حجزته، خصوصا in the hotel، مثلا في الهوتيل ولا تيكيتا كنستعملوا I booked. الباسي ديالها booked كتكون ايدي كتنطق I booked، يعني هنا شو قال لي I finally واخيرا حجزته. هذه كتعني حجزته. okay and I finally booked my trip، رحلتي. بلاتي اشنو قلنا هذه دائما in English whenever you have your TR is pronounced trip. We don't say trip. I finally booked trip. No, you can say I finally booked my trip، رحلتي. I will سوف. بلاتي نعاودو هنايا نعاودو paragraph باش نحاولوا نركزوا على النطق. I have 1 week off. I'm planning to go for a holiday. I'm excited to share لأشارك that my next holiday will be to another country، غتكون في دولة أخرى. I've wanted to visit Japan، بغيت نزور Japan. And I finally booked my trip، رحلتي. I will spend أقضي. هذه كنهضروا على الباسي. الباسي تنوض واش انت داخل الفيوتشر because I have will. احنا ما نغلطوش. I will spend 2 weeks، أسبوعين ايش؟ explore اكتشاف. سأقضي أسبوعين اكتشافا لإيش؟ Tokyo. ايش هي I think Tokyo is the capital، not I think is the capital of Japan، العاصمة ديالها. يعني غادي نقضي I will spend 2 weeks exploring. كتبوا هذه الكلمة Tokyo. I will سوف. إذا ملي كنهضروا على المستقبل شي حاجة مازال ما وقعت كنستعملوا I will. For example I will help you، سأساعدك. I will try
never say try. هنا كديك تنطق try. دائما شو قلنا دائما تي تبع ار كتكون واحد وسطها try بحال هذه trip. then we have try. احاول او اجرب، راه عندها جوج ديال المعاني ماشي غير احاول. I want to try new food. بغيت نجرب ماكله جديده. try delicious يعني food طعام لذيذ. اش يقول لك هنا I will try سأجرب طعاما لذيذا and visit زيارة وزيارة ماذا فاموس. ويلي على فاموس لا هذه كتقرا اي يقول famous عودة تعاودها famous. come on guys visit famous شيء landmarks. what do we mean by landmarks? landmarks هي المعالم التاريخية. معالم التاريخية يعني I want visiting famous landmarks like تعجب لا غلط. هذه كتعني في بعض الأحيان مثل يعني سأزور بعض المعالم التاريخية مثل ماذا؟ طوكيو تاور يعني برج طوكيو. سأقوم بزيارة برج طوكيو yes and visiting famous landmarks like Tokyo Tower. I want أريد yes to experience what the hell no experience هي تجربة، لكن في بعض الأحيان تلعب دور فعل يجرب. أريد أن أجرب يعني أحصل على تجربة جديدة. ممكن نقوله في الإنجليزي I experience. راه هذه ممكن تعني فعل وراه الفعل حين توكد بعد دائما infinitive verb you know without to you know this is called the infinitive verb of course we do. إذا هنا كنقولوا I experience يعني أجرب. مثلا I experienced كنهضر على الباسي I experienced hardships يعني صعوبات difficulties etc. so here هنا شو قولي أريد أن أجرب أحصل على تجربة. I want to experience new culture. هذه كتسمى culture ثقافة جديدة. ثقافة جديدة. yes I want to experience new culture and new life وحياة جديدة. wow because I want to go to Japan and I want to explore new life there. so here new culture and new life. بلاتي this تفيدني. we cannot say this no this trip we cannot this trip لا هذه قلنا تي ار كتنطق trip. هذه الرحلة is going ستذهب لا غلط ما عندهاش الدور ستذهب سوف لأن is going كتبع verb هنا to ما كيلعبهاش الدور ديال ستذهب لا كيكون عندها الدور ديال سوف يعني 100% you are sure. أعطينا مثال بحال مثلا future مستقبل ممكن نقول I will visit Japan غنزور جابان. ممكن نقول I'm going to visit Japan وديك I'm going كتعني سوف ولكن you are sure 100 you have planned for the action before speaking. خلي داك الدرس غادي نشرحه. is going to be ستكون هذه an adventure أنا تشمل شكون انت. هذه كتقرا ان وكتلصق ان وهذه كتقرا adventure مغامرة. ولكن ردوا البال an adventure we cannot say an adventure no an adventure of lifetime. ايش هي lifetime؟ يعني ستكون مغامرة العمر. كيفاش مغامرة العمر؟ يعني واحد المغامرة اللي ما عمرني غادي نساها. it's in a lifetime lifetime an adventure of a lifetime. we don't say a life but you can say a lifetime. and I'm what? I'm counting down. ايش هي count يعني يعد جت من الفعل ديال count. hey can you count from 1 to 10 in Chinese language. شو ممكن تحسب من 1 حتى 10 بالشينوية. then هنا counting down يعني تعد جت من العد التنازلي من 10 9 مثلا الايام. حيت بغيت نمشي لليابان بقى شحال بقى اليوم 10 ايام اليوم شحال بقى 8 ايام. this is called in English
counting down. أعد the days الأيام until حتى I take أخذ this هذه exciting journey هذه الرحلة كهذه الرحلة exciting المتحمسة. باقي غادي نهضروا في واحد الدرس على متى كنستعملوا هذه، راه ماشي verb هذه exciting is an adjective، ومتى كنستعملوا excited. ردوا البال مزيان، ما يمكنش نقولوا I am excited نهائيا، وما يمكنش تقول لي I am excited، وما يمكنش تقول لي this excited journey. no، هاد الدرس غنديروه في قناه اخرى، ما تقلقوش على هادشي. انا غادي نعاود غير بشويه علينا. my next holiday I have 1 week off. I'm planning to go for a holiday. كنخطط نمشي للغوص. I'm excited متحمس to share لأشارك that my next holiday عطلتي أنها ستكون will be to another. We don't say another, no, another country. I wanted to visit Japan. كنت بغيت نزور Japan. And I finally وأخيرا booked. We don't say booked. لا booked my trip. رحلتي. I will spend سأقضي 2 weeks exploring اكتشاف Tokyo. I will سوف try delicious food and visiting famous landmarks وزيارة المعالم التاريخية like مثل Tokyo Tower يعني برج طوكيو. I want to experience أريد أن أجرب أو أحصل على تجربة new culture and new life. This trip هذه الرحلة is going to be an adventure. غتكون واحد مغامرة of a lifetime، مغامرة العمر. And I'm counting down أعد the days الأيام until حتى I take this exciting journey. غادي نقرا بزربة. اوكي، حاولوا تقراها وتعاودها. شوف والله وتقرا كل حاجه درتها تقراها واحد 3 المرات وتعاودها واحد 3 مرات اخرين، اقسم بالله تمشي مزيان في الانجلي. believe me 1 month واحد شهر غتلقى راسك كتقرا مزيان. my next holiday I have 1 week off. I'm planning to go for a holiday. I'm excited to share that my next holiday will be to another country. I've wanted you to visit Japan and they finally booked my trip. I will spend 2 weeks exploring Tokyo. I will try delicious food and visiting famous landmarks like Tokyo Tower. I want to experience new culture and new life. This trip is going to be an adventure of a lifetime. And I'm counting down the days until this exciting journey. So thank you very much, guys, for watching my videos. If you like my video, so please share it with your friends. بارطاجيو مع الأصدقاء ديالك. فيسبوك، خصوصا فيسبوك، بارطاجيو مع الفيسبوك حيت الأغلبية كيدخل فيسبوك. بارطاجيو الفيسبوك باش يجيو الناس أنهم يستافدوا معنا. So thank you very much, guys, for watching my videos. See you next time. Have a nice day. Enjoy your day. Goodbye. السلام عليكم.